السلام عليكم. عبد الجليل الربيب، عضو مجموعة السلام. كنا في مهرجان ديال الظاهرة الغيوانية ديال الحي المحمدي. بالمناسبة ديال كاين جوج مناسبتين، هي ثورة الملك والشعب وعيد الشباب اللي كنهنئوا به جلالة الملك وكنتمنوا ليه الشفاء العاجل. كان مهرجان متنوع، كانوا فيه مجموعات اللي كيقلدوا ناس الغيوان، مجموعات اللي كيقلدوا السهام، مجموعات اللي كيقلدوا المشاب، بالاضافه للرواد. احنا بحاجه اكثر بحال هاد المناسبات، لان تقريبا هاد المهرجان اللي مهرجان ديال الحي المحمدي ومهرجان ديال مراكش فقط هما اللي كيحتضنوا في المجموعات. للاسف بغينا مهرجانات اكثر باش نديروا واحد التصالح مع هذه الاجيال اللي كاينه، لانها ما بقاش كتسمع بزاف المجموعات الغيوانيه. عبد المجيد موشفيق، مجموعه السهام. شكرا لرأي المواطن ولتحقيق التيفي. التواجد ديالكم في هذه الليله هذه وتواجد من اجل تغطيه هذا الحدث فني بارز في الحي المحمدي الذي هو النسخه الرابعه من مهرجان الظاهره الغيوانيه الذي تقيمه مقاطعه الحي المحمدي. هذه التظاهره جمعت المجموعات الرائده، مجموعه الناس الغيوان، جيل جلاله، المشاهب، تقاده، السهام، وجمعت كذلك مجموعات اخرى من المغرب. الهدف منها هو احياء هذا اللون الثقافي التاريخي اللي وصل للعالميه بفضل الرواد ديال، سواء من ناحيه الناس الغيوان او جيل جلاله ولا المشاب او جميع المجموعات. وتعتبر هذه النسخه الرابعه كذلك نسخه ناجحه، جمعت كل مواصفات النجاح، إذ أقيمت على هامشها ماشي ندوات ولكن جلسات فنية مع الرواد ومع المشاركين. السلام عليكم، معكم رشيد عباسي من مجموعة مازال. اليوم جينا لمهرجان الظاهرة الغيوانية اللي دار في بشار الخير اليوم 23 اليوم السبت، اللي دار واحد المهرجان اللي هو زوين، وكانت المشاركة ديال مجموعة مازال اللي كانت جميلة، وكان واحد التجاوب ديال الجمهور اللي كان حاضر معنا. صراحة والله إلا مجموعة مازال فرحات بهذا الجمهور هذا، ما كناش ظنينا بأن كمجموعة امازيغيه نجيو لكازا ولقاو هذا الجمهور هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد حمادي، قيد من المشاب ورئيس المشاب حاليا. فهذا رأي ديالنا ديال مجموعة المشاب حول هذا المهرجان في دورته الرابعة. كنشكر أولا مقاطعة الحي المحمدي لتنظيم هذا المهرجان وإعطاه واحد القيمة اللي يستاهل وتضمن استمرارية الظاهرة المجموعة الغنائية أو الغيوانية كما يحلو للبعض.